السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن الشكوتين اللي قدمهم النادي الاهلي، وكمان هنتكلم عن التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي امام اسوان غدا ان شاء الله. هنبدأ بأول حاجة وهي شكوى الاهلي للهلال. الاهلي النهارده بعت شكوى للكاف بسبب الهلال. ليه الشكوى وليه اسباب الشكوى؟ اولا ان علي لطفي اتضرب من الجهاز الفني بتاع الهلال. حاجة تانية وهي في الملعب لحظة وقوع اللعيب بتاع الهلال السوداني، فالمفروض الدكتور نزل علشان يعالجه. فمحمد عبد المنعم تقريبا اتكلم مع الدكتور، فالدكتور قام مديله بنج في وشه، فالشناوي اتدخل. فدي تاني شكوى. تالت شكوى بعد المباراة اللي محمد الشناوي تقريبا اتضرب من الجهاز الفني بتاع الهلال السوداني، فلازم النادي الاهلي كان لازم يبعت شكوى. وانا مع الرغم ان الاهلي هو السبب، يعني المفروض الاهلي كان يبعت شكوى من بعد مباراة الهلال النسخة بتاعت 2019 اللي كان موجود فيها فايلر. المشكله اللي حصلت في ملعب الهلال، ملعب الجوهره السمراء، يقول ستر ربنا لزمات لزمات المباراه دي كانت مجزره، فالحمد لله اللي هي عدت على خير. بعدها بسنه كنا بنلعب الترجي في رادس، حصلت مواقف من جماهير الترجي والاهلي ما اتدخلش وما اتكلمش. ونفس الكلام او اكبر مشكله حصلت السنه اللي فاتت كانت مع الوداد في نهائي افريقيا، والاهلي برضه ما اتكلمش وما بعتش شكوى لاي حد. طب ليه اداره الاهلي بتسكت؟ طب ما تتكلموا. ولكن الحمد لله النهارده الاهلي بعت شكوتين مش شكوى واحده. الاهلي بعت شكوى للهلال وبعت شكوى ايضا لنادي الزمالك. بعت شكوى ضد نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك. كده مجلس اداره النادي الاهلي بدات تمشي صح في القوانين الصح. لو حصلت اي مشكله او اي هجوم على النادي المفروض اللي هو بعت شكوى واثنين وثلاثه. فاتمنى اللي ده يفضل كده. اتمنى ان اي مشكله تحصل ضد النادي الاهلي يتدخل ويبعت شكاوي. تعالوا بقى كده للحاجه التانية. والنهارده الاهلي ختم المران بتاعه استعدادا لمباراه اسوان بكره. طبعا المباراه بكره هتبقى الساعه 3 الا ربع بتوقيت القاهره. عارف اللي هو توقيت صعب، بس ان شاء الله الاهلي قدها، وان شاء الله الاهلي بكره ياخد الثلاث نقاط. مباراه مش سهله، مباراه صعبه. بتلعب في اسوان، بتلعب امام فريق كبير زي اسوان. اسوان كسب الزمالك في ملعبه 2-1 لو تتذكروا، وعامل نتائج كويسه في ملعبه، فلازم الاهلي بكره يحذر. تعالوا بقى الحاجه اللي بعد كده وهي اليو ديانج. هل اليو ديانج هيرحل فعلا؟ اولا الكلام اللي جاله عرض من تركيا والكلام ده، اولا الكلام ده لسه مش حقيقي، يعني لسه العروض ما تقدملهوش بشكل رسمي، بمعنى ان ده كلام يعني ما هوش رسمي، يعني ما فيش عروض اتقدمت له لحد دلوقتي. لكن في كلام ان هو احتمال بنسبه كبيره يرحل على النادي الاهلي في الصيف ويخش كبديل في صفقه موليكا. طبعا احنا عارفين ان جماهير الاهلي محتاجه موليكا، لكن ان شاء الله مش هيرحل، وان شاء الله موضوع اللي هو يمشي ده ما يبقاش حقيقي، وان شاء الله يستمر مع النادي الاهلي. وبخصوص صفقه موليكا باذن الله هيبقى في فيديو بكره بعد مباراه الاهلي على طول، بعد مباراه الاهلي امام اسوان على طول هقول لكم الدنيا ماشيه ازاي حاليا ما بين الاهلي وما بين موليكا، وهل موليكا هيجي في الاهلي في الصيف ولا لا. انتظروا مني باذن الله فيديو بكره مهم جدا عن صفقه موليكا. تعالوا بقى كده لامام عاشور. امام عاشور النهارده بيفاجئنا لتاني مره وادانا مباراه على التوالي وبيسجل هدف، ولكن المره دي في الدوري الدنماركي. طبعا الهدف اللي كان سجله المباراه الماضيه كان في الدوري الاوروبي. شابوه يا امام، وبجد والله احنا فرحانين لك بطريقه ما تتوصفش. عاوزينك تستمر في الاداء ده، وعاوزينك كمان ما ترجعش مصر الا للمنتخب. ده اللي احنا عاوزينك تستمر في الاحتراف، ما ترجعش لمصر الا في المنتخب. شابوه يا امام، وعاوزينك تستمر باذن الله تكسر الدنيا وتبقى افضل لعيب مصري حاليا في الدنمارك. تعالوا بقى كده نخش على التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي امام اسوان غدا ان شاء الله. الخطة دي من وجهة نظري اتمنى اللي هي تبدأ بكرة. اتمنى اللي احنا نشوف كهربا بكرة اساسي، اتمنى، او شادي حسين. ويا ريت شادي حسين ياخد الفرصة كاملة، يا ريت ما ينزلش 5 دقايق وتطلعه، ده كده انت بتدمره. تعالوا كده مع بعض نقول الخطة ونقول هل كهربا هيلعب اساسي بكرة ولا الدنيا هتبقى ماشية ازاي. اولا هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول. في نص الملعب وده بقى اللي المفروض اتكلم عليه شويه، يا ريت اليو ديانج يلعب رقم 8 ما يلعبش رقم 6. اليو ديانج بيلعب رقم 6 الدنيا بتبقى واقعه تماما. يا ريت اللي حمدي فتحي هو اللي يبقى 6 واليو ديانج هو اللي 8. اليو ديانج في الثمانية بيبقى كويس، في الستة بيبقى وحش. اتمنى اللي كولر يظبط الدنيا. كفايه الاخطاء اللي اليو ديانج عملها. في كلام الاحتمال نشوف مروان عطيه بكره اساسي، وفي كلام بيتقال ان مروان عطيه مش هيشارك الا في الشوط الثاني، واحتمال برضه نشوف خالد عبد الفتاح اساسي في المباراه.
لان محمد هاني عنده تقريبا اصابات خفيفه واحتمال ما يلعبش. صانع لعب واتمنى اللي اشوفه هو احمد قندوسي. احمد قندوسي بصراحه الماتش اللي فات لما كان نزل تحس اللي هو قلب الماتش شويه، خلى الماتش هجوميا للنادي الاهلي شويه، فاتمنى اللي هو يبدا والكولر يبدا اللي هو يلعبه في المركز ده. احمد قندوسي لو لعب في المركز ده واثبت نفسه هيبقى في صانع لعب كويس جدا في النادي الاهلي. اتمنى ان كولر يبدا يدربه على المركز ده، هو اصلا بيعرف يلعب بيه بشكل كويس. طبعا الجناح يمين هيبقى حسين الشحات، واحتمال كبير بكره نشوف طاهر، وايضا الجناح شمال هيبقى احمد عبد القادر، وده اللي تقريبا هيبقى ثابت. احمد عبد القادر هيبقى ثابت، بس يا ريت ما يقعدش اللي هو يعمل مهارات في كور مفروض انت تلعبها بدري، يعني لو لعبتها بدري بتعمل خطوره على المنافس. فاتمنى ان احمد عبد القادر يركز بقى في الماتشات القادمه بكره. مهاجم وحيد واتمنى يكون كهربا، يا ريت يكون كهربا او شادي حسين، وشادي حسين يلعب المباراه كامله، يلعب المباراه كامله. لو هتلعب كهربا يا ريت شادي حسين ينزل في الشوط الثاني كمهاجم تاني بقى او بديل كهربا انت وراحتك. بس اتمنى ان الكولر يبدا بكره بمحمود عبد المنعم كهربا في حته المهاجم كويس جدا. طيب اهم مفتاح اللعب عند نادي اسوان، اولا كده اهم مفتاح اللعب عند نادي اسوان هي الكور الطوليه، سواء بقى عرضيات او طوليه اي حاجه. فاحذروا بكره من العرضيات. نادي اسوان بيلعب العرضيات بشكل كويس جدا ومدربين عليها اكتر من مره. لو تتذكروا معايا الزمالك اجى منه الهدفين بتوع اسوان من ضربات ركنيه، فحذروا بكره من الضربات الركنيه والضربات الثابته. وبس كده وكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. قبل بس ما نقفل الفيديو اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات عن مباراه الاهلي امام اسوان. وبس كده اشوفكم على خير، مع السلامه.